السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال. النهارده معاكم فيديو جديد كده كله نشاط وحماس كده، هينشطك وتقومي تعملي كل اللي وراك ان شاء الله. بصوا بقى، انا كنت مبدئيا كده ناقعه البطانيه دي من بالليل في البانيو كده، قلت بقى اخدهم واحده واحده، والكونفورت ده رهيب في الشطف، حلو جدا. المهم غسلتها غسله حلوه كده ودعكتها كويس، وبعد كده شطفتها بقى بالكونفورت ده، فظيع، ريحته جميله جدا وبتبقى ثابته يعني. المهم الحمد لله بفضل الله غسلتها و... خلاص الحمد لله نشرتها. ولو وصلتي بقى معايا الفيديو كده من اوله حطي اللايك عشان ما تنسيش، عشان انتوا ربنا يكرمكم كده ويديكم الصحه يا رب والعافيه. الحمد لله المشاهدات عندي زادت سن، الحمد لله بفضل الله، عن الاول طبعا كتير، بس انتوا ظاهر بتتفرجوا وبتنسوا تحطوا اللايك. فبفكركم، معلش انا مش بقول لكم ان انا بفرض عليكم اللايك، لا، انا بس عشان ممكن الواحد يفتح الفيديو ويتفرج عليه وينسى انه يحط اللايك. فعلا بتحصل، انا بخش مثلا اتفرج على اي فيديو، بتحصل معايا، ممكن اخش واتفرج والاقي نفسي ما حطيتش اللايك. فبستأذنكم يعني، انكم لسه فاضله منكم وليس امر ان انتوا تحطوا اللايك لو افتكرتوا يعني. بس وتقوموا برضو تتحمسوا كده وتعملوا وتنضفوا بقى البطاطين حاجه حاجه، يعني تاخدوا كده بطانيه بطانيه، عشان الجو طبعا زي ما انتم شايفين حر. فتاخدوا بقى حاجه حاجه. انا خدت بطانيه، وكنت واخده كمان معاها الحافظه اللي هي الخفيفه اللي عامله زي القماش، يعني مش تقيله، مش محتاجه غساله، غسلتها برضو ونقعتها. وبعد كده غسلت بقى الشنط بتاعه الولاد، عشان انا ابني يعني من قبل العمليه بيومين كده ولا حاجه ما وديتهوش، وكمان قلت مش هينفع بعد العمليه ريح طبعا، ما وديتهوش، ودخل علينا رمضان فما وديتهوش. فقلت برضو اغسل له الشنطه بتاعته، وغسلت الشنطه بتاعه بنتي، قلت يبقوا نضاف يعني. فانت شوفي برضو وراكي شايلاه عايز يتعمل، في بطاطين عايزه تتغسل، في طبعا سجاجيد عايزه تتغسل ولا حاجه. ما تاخديش كل مره واحده، كل يوم خدي لك حاجه، كل يوم خدي لك بطانيه، خدي لك مثلا سجاده. عندك شنط زي كده، في كوتشات برضو اعزكم الله هتتغسل. انا برضو على طول اول باول بحاول اغسلها لهم يعني. تمام زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت اريال وكلوركس الوان ودعكتهم بقى بالفرشه دي، جميله جدا الفرشه دي، حلوه جدا صراحه، بتجيب بالحروف يعني. الحمد لله غسلتهم. وكان اليوم ده هنعمل فطار، عملت حواوشي، قلت تغيير بقى من الخضار وكده، الواحد زهق. فدي نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه فلفل رومي، وحطيت توابل بقى زي ما انتم عارفين طبعا، ودي حته زبده كده، وكانش في وقت ان هي تسيح، فقلت هدعكها معاها. وحطيت بصل طبعا، قطعت بصلتين 3 كده، وحطيت ملح وكمون وفلفل وكزبره، وحطيت حته السمنه ديت، وبس كده. وممكن عايزه تحطي بقى نعناع حطي، مش عايزه براحتك يعني، في ناس بتحب تحط، في ناس، بس اهم حاجه الفلفل الرومي ده اساسي. تمام. انا كان عندي العيش متقطع، كنت شايلاه في الفريزر جاهز متقطع يعني، اسمه نص، كان الرغيف كبير يعني. فبس هنا بقى كنت هشيلها، احطها في كيس واسيبها في التلاجة شويه، وبعد كده يعني اطلعها بقى. فانا طبعا عماله بعمل بدري عشان الولاد عندي صغيرين لسه مش بيصوموا كده. فبحاول اعمل اكل بدري عشان لو حبوا ان هم ياكلوا تمام يتغدوا يعني، ما يقعدوش معايا للمغرب يعني. فهنا شلتهم بقى وطلع، وسبتهم شويه بتاع ساعتين كده، كنت عاملاه من اول ما صحيت يعني من بدري. وكان العيش زي ما قلت لكم عندي متقطع شايلاه يعني، كان العيش كبير، فبشيله كده نصاص عشان ما نهدرش منه يعني، حرام. فروحت بقى حشيت منه كده، وما شاء الله اللهم بارك يعني، كانت البركه حاصله. يعني عمل معايا كميه كبيره من العيش، وكان طعمه جميل ما شاء الله. ده كان الفطار بتاعنا. وانا بحطه بقى كده في حله واغطيه علشان ما ينشفش يعني، وعشان يبقى طري على الولاد ما يبقاش ناشف. لكن بتوعي انا بسيبه مثلا عادي ينشف، وبحبه يبقى ناشف يعني. بس فتنسوش اللايك بقى يا بنات، ربنا يبارك لكم. وبسألكم وصلتوا لحد فين في القرآن؟ ختمتوا ولا لسه؟ في ناس ما شاء الله ختمت وبدأت في الختمة التانية، الحمد لله بفضل الله اهو بنجاهد والحمد لله. فده كان بس هنا الحواوشي خلص. بس هنا دخلت بقى نضفت الغرفة عندي، مش تنظيف عميق يعني، بس يعني نفضت بس الشباك كده، ولمعت المجرى بتاعته من التراب. وعشان الولاد دايما بيقفوا عليه مبقاش فيه تراب يعني. ومسحت الكومودينو كده زي ما انتم شايفين. تمام. بس لما مسحته كده انا حاطه في البخاخ زي ما قلت لكم خل، وحاطه دوني، وحاطه كمان اللهم صل على سيدنا محمد، وحاطه كمان شويه بريل صغننين خالص. تمام. ده بيدي بقى ريحه وبيلمع وما بيعملش اي تجريح ولا اي حاجه. المهم انا بقى كنت هنا لمعت، تنيت السجاده زي ما انتم شايفين، وكنستها الاول وبعد كده لميتها. بصوا الورق بقى ده مقطوع مضايقني جدا، وما كنتش عارفه اعمل الصراحه. فالحمد لله بفضل الله وحده لقيت حته ورقه كده مركونه، كنت حطاها وفرشاها، وما كانتش متشاله من اللزق. قلت لها الحمد لله تعالي تيجي في وقتك يعني. المهم رحت بقى قلت يعني ظبطت الغرفه ومسحتها وظبطتها ولمعتها بس كده، لمعت الخشب ولمعت البلاط اللي باين. وقلت هركب بقى اللزق ده بعد ما اخلص. تمام. بس هنا بقى كنت خلاص يعني خلصت الاول الغرفه، وبعد كده قلت بقى هلزقهم بقى كده مع بعض.
وهلزهم كده احطهم على الحيطه جنب بعض كده عشان ياخدوا شكل واحد، عشان يبقوا شبه بعض يعني، عشان يبقوا كده بسيطه طبعا عشان فيها دوائر وكده فايه مش باين ان في اختلاف يعني. بقى بصوا كنت ركبتها يعني، بصوا ما شاء الله يعني الموضوع كان مضايقني، حاجه بسيطه بس ما كنتش عارفه اجيب منه تاني، طبعا بقالي 5 سنين حطاه ومش عارفه اجيب زيه، فهو الحمد لله ان لقيت الحته دي فظبطت الدنيا شويه يعني، ظبطت الشكل. الولاد بقى ربنا يبارك فيهم، هما لما كبروا قطعوه يعني، كان هو سليم كله. انا بوريكم بقيه الحيطان يعني، الحيطه التانية سليمه ومفيهاش اي حاجه، والناحيه التانية برضو سليمه. هي دي كانوا الولاد لما كبروا طلعوا على السرير طبعا واقفين كده ايه، قطعوه قشروه، لكن الباقي كله عندي سليم زي الفل مفيهوش اي حاجه. فسبحان الله الحمد لله انا لقيت دي يعني. فدي كانت غرفه الاطفال، يعني غرفه النوم دي. غرفه الاطفال برضو عملت كده، غيرت الملايه اللي على الوش، انا بحط ملايه فوق الملايه عشان الولاد ما شاء الله يعني، دي بتتشال يومين، يوم ويوم على حسب بقى يعني بيبهدلوها. يلا يعيشوا ويبهدلوا الحمد لله. ربنا يا رب يرزق كل المشتاق يا رب الذريه الصالحه ان شاء الله، ويخلي كل اللي عنده، ويبارك في ولادكم ويبارك في صحتكم يا رب، اللهم امين. يرزق يا رب كل مشتاق بالذريه الصالحه. دايما تيجوا تدعوا لولادكم ربنا يهديهم ويصلح حالهم، تدعوا ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ان شاء الله. هنا بقى كنت انا لمعت طبعا كل ده، كنت حاطه شويه نعناع ينشفوا، وكنت حاطه برضو هنا ايه، حطيت عليه الورق اللي هو الخشابي ده اللي حاطه منه في الصاله، قلت تغيير يعني. وانا كنت لمعت برضو السيراميك وكنست السجاده، ولمعت الدنيا ولمعت الديسكات، وكانت الدنيا الحمد لله زي الفل. واليوم بقى ايه اتختم بقى بالليل، اخويا جاب لنا ايه، جاب السلامه كده من السفر، وجاب لنا معاه تورتايه حلوه كده، بشكره ربنا يبارك له ويبارك في عمره يا رب ان شاء الله. وعشان عارف هم الولاد عندي بيحبوا التورته او الجاتوه يعني بيحبوه، فبس فكلنا بقى والحمد لله. وده كان يومي. متنسوش بقى الله يبارك لكم، ولو عجبكم الفيديو قولوا لي، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وربنا يعيننا ويعينكم يا رب كده نكمل رمضان صيام وقيام وقران باذن الله. بس وشكرا جدا ليكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.